كان معانا زميل كده في 2015 كده، لما اتكلموا في موضوع مثلا او انت تكلم حد في موضوع وتتكلم بجد جدا ويقول لك يا راجل، واحد تاني يقول لك بكلمك برجوله. لا، ده كان بيكلمنا يقول لنا ايه، بكلمك برجول فراخ. كان حاسس ايه اللي هيحصل، كان عارف موضوع رجول الفراخ ده من قبلينا ب7 سنين. عنده نظره مبعديه برضه الراجل ده. رجول فراخ، سيبي لي الضفر ياما، سيبي لي الضفر. وبعدين يعني هم طالعين دلوقتي بيقول لك رجول الفراخ فيها كولاجين وفيها فوائد للجسم وفيها فوائد مش عارف للودن وحاجات كده غريبة. يعني هو الفرخة كلها ما فيهاش فوائد غير في رجولها بس يعني بالنسبة طيب للورك والصدر والرقبة والكلام ده كله ايه؟ رجسون من عمل الشيطان. والله العظيم ثلاثة يعني. طب وبعدين هي الفرخة أصلا بتبقى كاملة. هنشتري رجول، طب باقي الفرخه مين هيشتريها؟ ها؟ مين يعني؟ ولا احنا نقطع لها رجلها مثلا، نعمل لها عمليه استئصال ونعيشها مكسحه وناخد احنا الرجول ناكلها؟ ما برضه في حاجات غريبه بتحصل يعني. رجول فراخ، ربنا يستر. وبعدين بعد حوار ان رجول الفراخ فيها فوائد وكده، بيقول لك كيلو الرجول كان ب 10 جنيه بقى ب 20 جنيه. لا بقى، لا بقى، ده اللي مطلع الاشاعات دي الجماعه الفرارجيه بتوع الفراخ. عندهم كميه رجول مش عارفه تتباع، فطلعوا اشاعه يا معلم عشان الفراخ، رجل الفراخ تزيد. ضربة معلمين، دماغ صاحيه ما بتنامش. قال لك عندنا بتاع كميه كده حلوه عايزين نبيعها، بيقول لك احنا بنصدر رجول الفراخ دول للصينيين واليابانيين. عايزين يوصلوا لك معلومات برضه. شوف بياكلوا رجول فراخ، شوف ربنا كرمهم ازاي ودماغهم نظيفه وبيصنعوا وبتاع وعيال عباقره. احنا لو كنا رجول فراخ، واخد بالك انت ازاي؟ هتطلع ايه بقى؟ طلع جيل بقى نظيف ودماغه حلوه. سيبك بقى من الورك والصدر والكلام ده. ايه، خلي بالك الورك كله دهون والصدر ناشف والرقبه معظمها عظم. خليك في الرجول، خليك في الرجول.